أهلا بكم من جديد. النهاردة على فكرة الفيديو بتاعنا قوي جدا، لأن بجد أنا كنت مش على علم بالمعلومات دي. يعني أنا اللي كان عندي إن مفيش حاجة اسمها أغذية ممكن تغير جنس الجنين أو تخلي الجنين ولد أو بنت يعني. فطبعا في دراسات اتعملت وأثبتت بقى الكلام ده. الأول هنقول إن عنوان الفيديو بتاعنا آه، بعض الأطعمة والنصايح التي تساعد على إنجاب الذكور. طبعا ده موجه للستات بالدرجة الأولى يعني الفيديو ده، ونتمنى طبعا إن ربنا يرزق كل محتاج، وإن شاء الله اللي نفسه في ولد يلاقي ولد واللي نفسه في بنت يلاقي بنت. الأساس برضه عشان نتكلم بشكل علمي، الأساس رقم واحد في موضوع تحديد جنس الجنين هي طبعا الحقن المجهري، وإن أنت تاخد خلية من الجنين وهو لسه ما اتخلاش، وبعدين تشوف الصفات الوراثية بتاعته أو البصمة الوراثية بتاعته، بتعرف بقى تفاصيله كلها، طويل قصير، في مشكلة خلقية، عيب خلقي، أو ذكر أنثى. فده الحل اللي هو القاطع، يعني اللي هو بيحدد لك جنس الجنين بشكل قاطع. لكن في حلول تانية بسيطة ممكن نعملها بشكل يومي في فترة التبويض أو اللي هي التلقيح ما بين الراجل والست. الفترة دي طبعا الستات بيبقوا عارفينها، اللي هي التبويض في انتظار الحمل. فلو حافظنا على الحاجات اللي هقولها دي إن شاء الله ربنا هيكرم، وفرص إنجاب الذكور هتبقى بنسبة كبيرة جدا تعدي 25% 30%. البداية إن هناك بعض المعتقدات الخاطئة والغير علمية حول إنجاب الذكور، أهمها تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الحموضة مثل اللحمة والأسماك، بل على العكس هذه الأطعمة تحتوي على الحديد والبروتين الهامان للجنين. وأشارت بعض الدراسات التي أجرتها جامعة بوسطن الأمريكية أن نوعية طعام الحامل تلعب دور كبير في تحديد نوع الجنين. فإذا كنت تريد الذكر فعليك اتباع النصائح التالية. تمام؟ وركزوا معايا بقى. رقم واحد، الابتعاد التام عن التدخين. أيضا تجنب تناول الكافيين زي القهوة والمشروبات الغازية. رقم اتنين، تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم. طبعا أهم الأطعمة دي اللي هو اللبن يعني. بالإضافة للبوتاسيوم، وأهم الأطعمة البطاطا والموز. رقم ثلاثة، المداومة على تناول الذرة في وجبة الإفطار، حيث أشارت دراسة أجرتها البحوث البريطانية أن تناول الحامل لأكثر من كوب من الذرة، تمام، في أسبوع واحد لديهم فرصة إنجاب الذكور بنسبة 24%. طبعا نسبة قوية جدا، أكتر من الربع، يعني قريبة من الربع. رقم أربعة، تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات، تمام، أهمها فيتامين بي 12، وده موجود في اللحوم والأسماك. وتانيهم فيتامين سي، وده موجود في الحمضيات، البرتقال بقى والليمون والأشياء اللي شبه كده، وطبعا الجوافة. وفيتامين ه، وده موجود في المكسرات وزيت الزيتون. وخامسا بقى، خامس حاجة ودي أنا بشوفها الأهم، ودي تخص الرجالة: التدخين بالنسبة للرجال يؤثر سلبا على الكروموسوم واي اللي هو الذكر، والذي له دور في تحديد الجنس للذكر يعني. تمام. وبالتالي لو الحاجات دي أخدناها بعين الاعتبار بشكل كبير، مع الاعتماد على ربنا طبعا والدعاء والأشياء بقى العلمية بعد كده نتخذها إن شاء الله، ربنا يرزق كل محتاج، وإن شاء الله تكون بيوتنا كلها سعادة وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. وتحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.